اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. مسحراتي منقراتي، اصحي يا مكة اصحي يا فريدة اصحي يا محمد، ميعاد السحور وجب. المسحراتي ايه هي حكاية المسحراتي اللي بيلف المدينة كده ويقعد يخبط ويصحي الناس عشان يتسحروا؟ اللي ما نعرفوش عن المسحراتي انها مهنة قديمة جدا تصل او ترجع لورا خالص من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما اتفرض الصيام كان سيدنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بيلف المدينة كلها يصحي الناس علشان يقوموا للسحور، فهي مهنة عريقة ومهنة مقدسة ما نقدرش نستغنى عنها في رمضان. اما عن حكاية المسحراتي في مصر فكان اول مسحراتي فيها هو عتبة ابن اسحاق، وكان ايام الدولة الفاطمية، وكمان اول من استخدم الطبلة مع المسحراتي هم المصريين، دايما سابقين في كل حاجة. اما عن باقي الدول العربية بقى فكان ليهم طقوس غريبة قوي في موضوع المسحراتي ده. فكان مثلا في المغرب واليمن كانوا بيصحوا الناس للسحور بانهم يدقوا على البيبان بالنبابيت. اما عن اهل الشام فكانوا بيلفوا على الناس يصحوهم بالعزف على الطنابير والالات الموسيقية. فالمسحراتي مهنة عريقة جدا وملتزمة برمضان وحاجة بتفرح، حتى تلاقي ان كل البيوت وكل الناس والاطفال بيستنوا المسحراتي في البلكونات والشبابيك عشان ينادوا عليه ويدوله جنيه او يدوله حاجة حلوة ويقول اساميهم ويقول اصحى يا نايم اصحى يا محمد اصحى يا ابراهيم. ففرحة كبيرة قوي للأطفال إن المسحراتي ينادي أساميهم. ومن طقوس المسحراتي في مصر بالأخص إنه لما رمضان بيخلص وبيجي العيد لازم يلف على الأماكن اللي كان بيصحي فيها الناس في رمضان عشان يعيد عليهم وياخد منهم كحك العيد. وكل سنة وانتوا طيبين.